في اكتوبر 73 جندي مصري كان معدي القناة مع اول فوج، وهو معدي اتصاب والدم غطى هدومه وسلاحه. القائد قال له ارجع، الجندي رد عليه بكلمة واحدة: لسه يا فندم. كمل القتال وهو مصاب وساعد في تثبيت الموقع. وبعد ساعات محدش لقى الجندي، لقوا سلاحه وذاخرته فاضية ومكانه ثابت. ما كانش ليه اسم في البيانات بس كان ليه مكان ثابت في النصر. العملة دي شكلها بسيط بس تصميمها ما اتعملش صدفة. زمان لما البحرين كانت بتدور على رمز يحكي حكايتها ما اختارتش ملك ولا مبنى، اختارت النخلة. النخلة دي مش شجرة وبس، ده حياة. كانت الناس بتاكل منها وتضللهم من الشمس وتعيش وسط القحط من غير ما تقع. المصممين حطوها في قلب العملة عشان كل مرة تمسكها تفتكر ان البلد دي قامت على الصبر وعلى ناس واقفين زي النخلة بالظبط. عملة صغيرة لكن بتحكي حكاية وطن كامل. في صحراء أسوان الهادئة ووسط أرض اعتادت على وهج الشمس ولد مشروع غير مستقبل الطاقة في مصر. وهذه العملة التذكارية ليست مجرد قطعة معدنية، بل شهادة على لحظة التقى فيها العلم بالشمس لخلق نور جديد. وأنا ألمعها الآن تزداد تفاصيلها وضوحا، وتظهر النقوش التي تحكي عن آلاف الألواح التي امتدت فوق الرمال وحولت الضوء إلى طاقة وحولت الحلم إلى إنجاز. كل خط محفور هنا يحمل سرا من أسرار المشروع وروح أسوان التي لم تبخل يوما بنورها. وعندما تلمع العملة في يدي أشعر وكأنني أمسك قطعة من نور أسوان نفسه، نور كتب بداية جديدة لمستقبل الطاقة.